شفتوا حتى توم بغى يسرق من الحلا من كثر ما هو لذيذ وطري وذايب وبارد ويسرسح يا جماعة يسرسح. والحين حمودي بيتذوقه وبيعطيكم رايه. والطعم يدوخ. كل مرة أنا أسوي لكم الوصفة، لكن هالمرة بنتي سوتها بكل حب طبعا. ويلا نبدأ بسم الله. يلا يا ماما. نجيب كيك جاهز ونصفه بالصينية، وإذا متوفر كيك بالبيت عادي اللي انتو تحبون. وهذا بالنسبة الأول تبكة. أوكي حبايبي، وهذه آخر حبة للي تحبه. نرصها شوي. أيوة هنا عباية الفراغات. أوكي. ودحين أيوة نحطه على الكيك. أيوة. إلين لازم أشبع الكيك حليب. أيوة لازم يشبع، بطنه تتعبى. أوكي. أيوة. نكثر كتري على قد ما تقدري يابا. فلولا. اوكي. عشان الكيك يشرب كثير. اي فلازم نكثر. واو ما شاء الله. ايوه شايفين حبيبتي كيف عبت الكيك على الاخر حليب عشان يطلع طري ولذيذ يمي. ودحين ايش يا بنتي؟ دحين الصوص البارد. واو. المقادير علبة قشطة. اوكي. هنا قلنا انا وماما ايوه نكثر الصوص عشان تطلع اطيب. يعني احنا عائلة تحب الصوص الكثير. فحطينا علبتين قشطة. ظرفين. ايوه ظرفين دريموب. تمام. والآن ظرفين كراميل. ونضيف كاس حليب. ونحط آيس كريم ساندويتش. اوكي. واو حطها فوق الكيك. اوكي. نسخن الموية ولما تسخن نحط فيها الشوكولاتة، بوريكم بعد شوي. نضيف الشوكولات على الموية بعد ما سخنت. الآن بجهز صوص الشوكولات. يحتاج علبة قشطة. هذا الشوكولات نشيلها من الموية. ايوه. وبعدها نقصها نقص الطعام. يلا ايش بك يا ولد؟ يلا يا فؤاد يلا. كم حبة؟ مو كمية محددة. يعني 5 أو 6. أنا بحط 7. اوكي. يلا كملي. نحط آخر علبتين. كيسين شوكولات. ونخلطهم. نخلط. وهنا نصب الصوص فوق الايس كريم والكيك. وناخذه على الثلاجة. وطلعناها من الثلاجة بعد مرور ساعتين. يس. 1 2 3. وهذه آخر طبقة اللي هي شوكولات. وهذا آخر واحدة الثالثة. طبعا هذه حبات الجلاكسي. وهذه كلها واحدة الثالثة. هذه حبات الجلاكسي اللي مع القشطة. 1.
ونفرد الشوكلت. واو. بالفراغات. واو يا ماما، واو. تسلم الأيادي حبيبتي. الله يسلمك. وبعدين بعد هذه الخطوة بعدين بزينها، انتوا زينوها بأي نوع شوكلت تحبونه. يا سلام. هنا يا ماما. أيوة. واو. شهي ما شاء الله تبارك الله. ونزينها، أنا حبيت أزينها بشوكلت كندر. واو يا سلام. واو. كذا بشكل عشوائي. ما يدوخ. يدوخ حبيبي. وهذه وهذه واو. نحطها 5 دقايق. ايوه تقريبا على البراد. يلا. الحين أجمل خطوة. يلا شو نسوي؟ تقطيع. نقطع. ايوه. واو، شوفوا الذوبان والجمال. يا ونسكب الحلا. يلا عادي. شوفوا. واو. والحين حمودي ايش بتسوي؟ باكل. نتذوق؟ ايه. يلا كل يا ماما واعطيني رايك. يلا حبيبي، قرب الصحن عليك. والطعم دوه. لازم تجربونه جبونة. وبالعافية. عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناة كيتشن ميش.